صباح الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جربتوا بقى البتنجان الرومي تقلوه وتحطوا فيه الخلطة الحلوة دي؟ الخلطة دي انا بحطها في الفريزر وبتوفر معايا وقت ومجهود بصراحة، بجد يعني. فكرة حلوة اوي ان انت تعملي الخلطة دي، خلطة التوم مع الهريسة الحامية، مع طبعًا هتحطّي عليها بقى الملح والكمون وشوية من الكزبرة وشوية من الفلفل الأسود، تمام، وحابة تحطّي عليها حاجة تانية، تمام. وبعدين بقى تحطّي كمان عليها معلقة من الخل، وبعد ما تخلّصي وتستخدميها كده في البتنجان القمر ده، هتروحي حاطّاها في الفريزر، وفي أي وقت تخرّجيها توفّر عليكِ مجهود وتوفّر عليكِ الوقت. حابة بقى تخلّلي بتنجان، حابة تخلّلي طماطم، هتبقى سهلة عليكِ. هنا بقى حطينا معلقتين من الخل، وكمان عصرة بقى من إيه، من الليمون. عايزة أقول لِك هتوديها في حتة تانية خالص. بتبقى بسم الله ما شاء الله مليانة كده من اللحم بتاعها، أحسن بكتير من البتنجان العروسي الرفيع. بُصّي ما شاء الله البتنجانة بتبقى مقلبظة كده وجميلة وفيها لحم كتير أوي، ويقعد معاكِ الطبق ده يومين و3 و4 كمان. يا سلام بقى لو قرنين فلفل كمان، بس يكونوا مقليين. انا بقى هنا ما قليتش، حطيتهم اخضر كده زي ما انتم شايفين. ويا سلام بقى لو حبة كمان من البقدونس فوق الوش، ياه، هتبقى حاجة عظمة قوي. طبق حلو قوي، زي ما بيقولوا كده فاخر من الاخر. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. واوعوا تنسوا طول ما انتوا واقفين في المطبخ تقولوا ايه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واوعوا تنسوا اخر العشرة اللي احنا فيهم دلوقتي من شهر رمضان المبارك: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اوعوا تنسوا الدعاء ده، دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. واوعوا تنسوا متابعة معايا يعني، وكمان صفحتي على الفيسبوك برضو مملكة نجلة حجاج. وبحبكم في الله.